أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. رؤساء المصالح الأمنية والإدارية بالإقليم، السيدات والسادة رجال السلطة، السيدات والسادة حضرات السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا الملتقى المبارك في إطار مراسم تنصيب رجال السلطة الجدد في سياق حركة انتقالية جزئية باشرتها مصالح وزارة الداخلية مؤخرا وهمت 4 إيادات. ولا تعتبر هذه الحركة مجرد إجراء إداري أو تدبيري محض، بل إنها منهجية تنظيمية تروم تجديد دماء الإدارة الترابية ومنحها القدرة والطاقة اللازمة تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم وتفاعلا مع تغييرات وتطورات المجالات الترابية ببلادنا ومن ضمنها إقليمنا. هذه اللحظة السياسية والإدارية التي نعيشها اليوم تجد سندها في التوجيهات الملكية السديدة الرامية إلى الرفع من أداء الإدارة الترابية بجعلها أكثر قربا من المواطن وقادرة على ملامسة همومه وإيجاد حلول مناسبة لمشاكله لتكون إدارة مواكبة، إدارة حاضنة، وإدارة محفزة على التنمية المندمجة. إذا سمحتم للتعرف على السادة رجال السلطة الجدد، أطلب من السي حكيم الخاطري رئيس قسم الشؤون الداخلية بتقديم موجزة عنه. تفضلوا. شكرا سيدي على الحضور الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية مؤخرا، عرف إقليم أسد التحاق 4 أفق من رجال السلطة الجدد، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تجديد الطاقات والكفاءات والرفع من المردودية خدمة للصالح العام وتمكين الإدارة الترابية من مواكبة الدينامية التنموية التي يعرفها الإقليم بنفس جديد
في انسجام تام مع التوجيهات العامة للسلطات العمومية. وفي هذا الإطار يشرفني أن أقدم إليكم السادة رجال السلطة الجدد الذين التحقوا بهذا الإقليم، ويتعلق الأمر بالسادة محمد حروش، حاصل على ماستر متخصص في العقار والتعمير وماستر في الإدارة الترابية، خريج الفوج 61، وقد تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية 14. السيد حاصل على ماستر في القانون المدني والتجاري وماستر في الإدارة الترابية، خريج الفوج 61، وقد تم تعيينه قائدا لقيادة مولبلي دائرة حرارة. السيد محمد وراشي حاصل على ماستر في القانون العام وماستر في الإدارة الترابية، خريج الفوج 61، وقد تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الأولى بالميناء. السيد ياسين بوشيبة حاصل على ماستر في قانون الأعمال وماستر في الإدارة الترابية، خريج الفوج 61، وقد تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية السابعة. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فقدمت إليه كل من السيد حمدي الكنتاوي باشا باشوية أسفي بالنيابة، السيد سعيد ربيع رئيس المنطقة الحضرية الثانية بالنيابة، والسيد العربي اليوناني رئيسا للمنطقة الحضرية الثالثة بالنيابة. وبهذه المناسبة نتمنى للسادة رجال السلطة الجدد كامل التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة خدمة لهذا الإقليم وساكنته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحابته اجمعين. الساده الاكارم تعالى بنا ان شاء الله تعالى ندعو بدعاء صالح لله اولا لهذا البلد الامين مولانا امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس صلى الله وأيده. ساعة الإجابة أن تحفظ مولانا أمير المؤمنين بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عجل بشفائه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. ها نحن قد دعوناك يا ربنا فاستجب يا ربنا دعاءنا ولا تخيب سيدي رجاءنا، فعجل بشفائه واكسه يا ربنا بكساء الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن تحفظ ولي عهده مولانا مولاي الحسن. اللهم كن له ولي ونصيرا. اللهم قر عينه بولي عهده يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واحفظ اللهم في شقيقه مولا رشيد وفي أسرته كلها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وتغمد اللهم رحمتك الفقيد العروة الإسلام جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس. اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما واجعلهما يا ربنا في على عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلهم مع الذين كنت فيهم يبشرهم ربهم برحمة منهم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. اللهم أكرم نزلهما واستر مدخلهما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واجعل ما قدماه لهذا البلد الأمين في ميزان حسناتهما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أديم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم أديم علينا نعمة الأمن والأمان واجعلنا لهذه النعم ولهذه الخيرات يا ربنا لك من الشاكرين ولك من الذاكرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا من كل سوء ومن كل كروب ومن الظانين بالله ظن السوء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الدراري.